السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، فيديو مختلف. الفيديو النهاردة بتاع النهاردة زي ما احنا شايفين كده، في ظل التجديدات اللي انا بعملها في البيت. قلت اجدد بقى المراتب بتاعت اوضة النوم بتاعتي. حبيت ان انا اعملها زي ما احنا شايفين كده. اشتريت قماش جديد وقلت بقى ايه، اجدده من الالف للياء. طبعا النهاردة انا ليا 20 سنة جواز. حبيت اجددهم، دي للتجديد للمرة التانية مش الاولى، دي المرة التانية. زي ما احنا شايفين كده، مكنة القطن بتعمل القطن، بتنضفه زي ما احنا شايفين كده، بتشيل لو فيه بذور، لو فيه تراب، لو فيه اي حاجة. فضل المراتب بتاعتي كده، بيتم تنظيف القطن كده وبيتحط في الشمس بحيث ان هو يبقى متشمس. وما يتحط في المراتب يكون ايه، يدي انتفاخ كده، يبقى المراتب منفوخة كده وعالية. طبعا هنشوف نتيجة العملة دي في الاخر خالص لما ينتهي التنجيد. هنا عندي المنجد كان جايب المكنة بتاعته، بيفصل وبيخيط القماش، بجهزه زي ما احنا شايفين. هما مرتبتين بس ما شاء الله، يعني هنشوف النتيجة في النهاية ما شاء الله مبهرة. انا اللي اخترت الالوان بتاعت المرتبتين، هما مشجرين زي ما احنا شايفين كده. اللون لون الاتنين مقارب لبعض. وجبت طبعا العبك بتاعهم والصنايع اللي معاه اهو، بيعبي المرتبة بالقطن في العبك الاول، بعد كده بيكسيها بالكسوة الخارجية. اسيبكم تستمتعوا مع الفيديو ونتفرج، هنشوف فيديو مختلف يمكن بنشوفوش بس الا في الافراح. بس انا بحب التجديد، بحب تملي اجدد، بحب اغير. تجديد حلو. وده الوش التاني بتاع المرتبة. هما اللونين مقربين لبعض، بس الشكل مقرب لبعضه، بس اللونين مختلفين لبعض، يعني مش نفس درجة اللون. هنشوفها في النهاية في التشطيب خالص، هوريكم شكلها عامل ازاي.
ودي النتيجة النهائية. شايفين منظر بصراحة فرحني، تجديد حلو. المراتب ما شاء الله بقت عالية، الالوان حلوة بتاعت المرتبتين اهم، زي ما انا قلت لكم اللونين قريبين من بعض بس درجة الوردة مختلفة. وعملت كمان معهم، خليته عمل لي نجد لي المخدات والخداديات زي ما احنا شايفين اهو. دي منظرها على السرير، شكلها ما شاء الله جميل. الشكل النهائي بتاعها زي ما احنا شايفين كده، ده الشكل النهائي. ودي المخدات، خليته عمل 3 مخدات، 2 للسرير بتاعي ده والمخدة التالتة لسرير تاني عندي في الشقة التانية الفوق. وعمل جوز خداديات. انا ما عملتش بتاع الكيس الداخلي، ما عملتش، ما نجدتهمش عبك او اللي هو البفتة البيضة ده، عملته مشجر زي ما احنا شايفين كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.